حشود جماهيرية غفيرة لاستقبال المنتخب المغربي من الدوحة بعد مشاركته وإنجازاته في مونديال قطر، واحتل المنتخب الوطني المرتبة الرابعة في إنجاز تاريخي غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي. طائرة المنتخب المغربي حطت بمطار الرباط صلاة في حدود الساعة 5:10 مساء، حيث أقلت حافلة مكشوف المنتخب على طول الطريق بين المطار والقصر الملكي بالرباط، مرورا بالعشرات من الشوارع والساحات في مدينتي سلا والرباط. الملك محمد السادس أصدر تعليماته لتخصيص استقبال للمنتخب المغربي في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر. حظي المنتخب الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير فور وصوله إلى مطار رباط صلاة، مرورا بشوارع حسن الثاني، ساحة 16 نوفمبر، ساحة شلة، وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، كذلك شارع مولاي الحسن وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي، حيث حظي أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سام احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي. سيد فوزي لقجع بوسام العرش من درجة قائد. إذن الملك محمد السادس يستقبل مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي الرشيد بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز. كما استقبل كذلك السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي والسيدة والدته كذلك في هذا الاعتراف السامي. نلاحظ مباشرة أنه يقلد السيد وليد الركراكي بوسام العرش كذلك من درجة قائد مدرب المنتخب الوطني الذي أسال الكثير من الحرب في الصحافة الوطنية والإقليمية والدولية بعد الإنجاز الذي حققه مع المنتخب المغربي. وهذا الاستقبال والتوشيح يعكس العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وهذا الاهتمام الخاص الذي يليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. ويأتي دائما هذا الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ دور نصف نهائي في مونديال قطر. كما وشح جلالة الملك بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني. الآن نشاهد توشيح حارس المرمى المتألق ياسين بونو الذي كان سدا منيعا ضد كرات أعتى المنتخبات. كذلك التوشيح بقية اللاعبين أشرف حكيمي، ونشاهد كذلك السيدة والدته التي صنعت كذلك عناوين بعض الصحف، ونشاهد هذه الصور المباشرة عبد الله لهذه الفرحة العارمة التي نحسها جميعا بفخرنا بهذا المنتخب المغربي الذي كان مفخرة كذلك للمنتخبات العربية والإفريقية في أول وصول مشرف إلى المربع الذهبي، مربع الكبار في كرة القدم الدولية. كذلك اللاعب مزراوي يحظى بهذا الاستقبال الملكي والتوشيح بعد أدائه الباهر، كذلك وهو من الأسماء اللامعة واللاعبين الكبار الذين تألقوا في مختلف أطوار المنافسات في مونديال قطر. كذلك لاعب مرابط من أكثر الأسماء التي تألقت في المونديال وأكثر الأسماء التي يعني أثارت اهتماما واسعا في مختلف الفرق العالمية التي ترغب الآن في توقيع عليه والاحتراف مع كذلك لاعب مرابط تميز كثيرا في مونديال قطر. نذكر أن صاحب الجلالة أصدر تعليماته السامية كذلك من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه في هذا المحفل الدولي. صحيح، أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.
إذن يتواصل استقبال اللاعبين من طرف جلالة الملك وولي العهد أمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد في استقبال النخبة الوطنية التي رسمت أداء بارزا في مونديال قطر. حكيم زياش صانع أفراح المنتخب المغربي وإفريقيا والعرب كذلك كان أناحي كذلك من أكثر الأسماء التي تألقت صراحة هم كلهم نجوم لاعبي المنتخب الوطني بدون استثناء، بصموا هذه البصمة التي لن تنسى في تاريخ كرة القدم المغربية، وهذا الاحتفال الكبير والاستقبال الملكي الباهر يعكس هذه العناية. و لاعب أيضا حمد الله كذلك الآن في التتويج في هذا الاستقبال الملكي. كذلك حضور أمهات اللاعبين زميل عبد الله الأحمد، وهو اعتراف للأمهات اللواتي وإن عشنا خارج الوطن إلى أنهن علمنا أولادهن حب الوطن والتضحية، وعندما يأتي وقت الاختيار يختارون دائما المملكة المغربية لتمثيلها في المحافل الدولية. نعم، كان من اللافت هذه الصورة الأنيقة لأمهات اللاعبين المغاربة في مونديال قطر، وفي كل لقاء للمنتخب تشاهد اللاعبين وهم يصعدون للمدرجات. نعم. أول من يسلمون عليه والداتهم. هذه التربية المغربية وهذه التربية الحقيقية. لاعب صبيري كذلك. كذلك اللاعب الأحمدي كذلك كان يتلقى التوشيح الملكي. عبد الله، ونحن نشاهد هذه الصور العرفان بما أنجزوه، نستحضر كذلك الأوقات التاريخية التي عشناها والفرحة والفخر الذي أحسناه جميعا، ونحن نتابع تألق المنتخب المغربي في المحافل الدولية. هو يوم تاريخي للمملكة المغربية ولإفريقيا والعرب. هذا كذلك زكريا أبو خلال مع السيدة والدته وهو يتسلم التوشيح الملكي. العرش من درجة ضابط، يعني كل اللاعبين سيوشحون يعني بهذا وسام العرش من درجة ضابط. اللاعب أملاح كذلك يتلقى توشيحا ملكيا. عبد الله، هذه أيام تاريخية نعيشها عبد الله، ونحن نستحضر هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب. كذلك الزلزول يتقدم لسلام والدته على الملك محمد السادس وهو يوشح الآن. أيضا كانت مشاركته أيضا في المنتخب المغربي في مونديال قطر من الأسماء اللامعة كذلك المحترفة في أوروبا. اللاعب بوفال غني عن كل تعريف، كان صانع ألعاب المنتخب المغربي في كأس العالم، وأيضا من نجوم المنتخب الذين أدوا أداء باهرا، ويعني كان لهم فضل صراحة ورفقة مجموعة من اللاعبين في واليميق كذلك عبد الله. اليميق كذلك لاعب مميز جدا ذو مهارات عالية، شاهدناه في كثير من المباريات، لاعب مهم جدا في المنتخب المغربي. يوسف النصيري الذي تألق خارج المغرب وفي داخل المغرب، وكانت له فرصة سانحة ليعود بقوة، صاحب الارتقاء التاريخي الذي نفخر به أمام البرتغال. صحيح، لاعب نصيري صانع الأهداف، قناص الأهداف، كان أداؤه مميزا في أشرف داري كذلك حاضرا عبد الله مع السيدة والدته كذلك. نعم، كان هدفا مميزا أيضا، سجل الهدف بعد أن عوض اللاعب سايس كذلك الذي كان أداؤه مميزا. الشديرة من الأسماء أيضا التي اختارها الناخب الوطني وليد الركراكي لتمثيل المغرب في مونديال قطر. والدته كذلك تحظى بهذا التتويج والاستقبال الملكي، كلهم نجوم.
تجنوتي كذلك حاضر في هذا التوشيح. أحمد رضا تجنوتي، وللتذكير فهو خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، من الأسماء اللامعة في المنتخب الوطني التي تألقت في مونديال قطر. شاهد الآن أيضا أعتقد أنه بلال الخنوس الذي كانت مشاركته في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكرواتي. بانون كذلك حاضر في هذا التوشيح مع السيدة والدي. بانون أثار إعجاب الصحافة الوطنية والدولية والمدربين، وسمعنا هذا الإطراء الذي حصل عليه بفضل تميزه كلاعب شاب انتزع بطاقة المشاركة وأدى أحسن أداء. أيضا اللاعب يحيى عطية الله من الأسماء البارزة في المنتخب المغربي، وكان أداؤه حقيقة هو الآخر. يعني كل اللاعبين أداؤهم كان رائع ومميز. أمس يحيى جبران كذلك حاضر في هذا التوشيح مع السيدة والدته. أمس كان هناك تصريح أيضا لرئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي أشاد كثيرا بأداء المنتخب المغربي، توقف عند أداء الأربعة الكبار في نصف النهاية وتحدث كثيرا وأشاد بأداء المنتخب المغربي في مونديال قطر، هذه المشاركة التي لن تنسى في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. أيضا في ختام هذا التوشيح وهذا الاستقبال هناك أيضا اللاعبون المنتخب المغربي يأخذون صورة تذكارية رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس ولي العهد، وأيضا أمير مولاي رشيد في هذه الصورة التي لن تنسى في ذاكرة الذاكرة الوطنية الجماعية، صورة الانتصار والتتويج ولعب نصف النهاية في أول أداء وإنجاز من نوعه في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. وتلتحق كذلك السيدات والدات اللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن في هذه التظاهرة الدولية بهذه الصورة التذكارية التي ستبقى للتاريخ. هؤلاء سيرون الكثير عبد الله لأحفادهم هذا الإنجاز التاريخي الذي فرح به العرب والأفارقة كذلك في أول بلوغ لمربع ذهبي في كرة القدم الدولية. قطر كانت وجه خير علينا عبد الله. صحيح. انظري جوهر هذه الصورة الرائعة، صورة هذا الاستقبال البديع والفخم لأعضاء المنتخب الوطني ولأمهاتهم. انظري إلى هذه الفرحة، هي فرحة كل المغاربة، ويعني هذا الاستقبال العظيم الذي حظي به المنتخب المغربي منذ وصوله إلى مطار الرباط سلا، ومرورا بشوارع سلا والرباط، كلها احتفالات. ها هي تتوج بهذا الاستقبال الملكي الرائع. هذه الفرحة على محيا الأمهات، يا لها من فرحة، يا له من استقبال جوهرة. هذا الاستقبال الذي خصصه الملك محمد السادس للاعبين الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم يأتي تكريما لهؤلاء النساء المغربيات اللواتي حرصن على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن. وقدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات كما نشاهد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعبيرا عن امتنانهم لجلالته على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية وبعد هذه المنافسة العالمية. وهذه الصور التذكارية التي نتابعها على قناة ميديا ان تي في التي حاضرة بقوة في هذا الحدث التاريخي الذي سنتذكر طويلا عبد الله، والذي صنع فرحتنا طيلة أسابيع ونحن نتابع منافسات بعد رومان سايس الذي قدم هذه للعاهل المغربي الدور على الركراكي.
مدرب المنتخب الوطني. أيضا هذه صورة تذكارية لكأس العالم. كذلك اللاعب الآن رومان سايس يتقدم أمام يدي الملك محمد السادس. هذه التذكارات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يرعى الشباب وكرة القدم والرياضة، ويكون دائما السباق إلى تهنئة اللاعبين والطاقم الإداري والتقني للإنجازات التي تحقق. اليوم نحتفي بإنجاز المنتخب المغربي في كرة القدم في منافسات كأس العالم، ولكن هي مناسبة كذلك لنذكر أن الرياضة المغربية عبد الله حققت الكثير في السنوات الأخيرة، سواء هذا قميص الفريق الوطني الذي احتفينا به واحتفى به العالم جميعا. نذكر عبد الله أن كرة القدم المغربية تحقق الكثير سواء داخل القاعة أو كرة القدم النسوية أو في ألعاب القوى أو كذلك في من ذوي الاحتياجات الخاصة. لا ننساهم في هذه الذكرى وهم يحققون هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى الطفرة التنموية والدبلوماسية والمكاسب السياسية التي تحققها المملكة داخل الوطن وخارج الوطن. وهذا الصيت العالمي طريق النجاح واضح دائما، طريق النجاح دائما محفوف بالاجتهاد بالإصرار بالإيمان بقدراتنا في أن نحقق ما نبتغيه وبالثقة في اللاعب الوطني والناخب الوطني كذلك. إذا لا زالت هذه الصور تردنا من العاصمة الرباط وأجواء الاحتفال الملكي بالنخبة الوطنية التي تألقت في مونديال قطر. من استقبال ملكي بأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز في كأس العالم بقطر. هذا الاستقبال يعني يعكس العناية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها الشباب، وهذا الاهتمام الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. مع الصور كذلك هذه توثق عبد الله لهذا الفخر بالأرض، الفخر كذلك بالأم التي تربي وتعطي المبادئ الأولى وتزرع في ابنها حب الوطن والوطن الذي يعترف كذلك بمؤهلات شبابه. هي صور تذكارية جميلة ستبقى في الذاكرة طويلا، سنحكيها طويلا وسنشاهدها اليوم وغدا في الصحافة الوطنية والدولية.